الشكاك ما بيتعالجش، بني آدم مؤذي لأبعد الحدود، بيشك في كل حاجة، بيخليكي تفكري في كل كلمة بتقوليها وكل حاجة بتعمليها، يا ترى هيفهمني صح ولا هيفهم غلط. هتلاقيه بيخنقك، لو كلمك ولقى تليفونك مشغول هيشك فيكي، لو نزلتي تشتري حاجة من السوبر ماركت هيشك فيكي، هيشك في كل كلمة بتقوليها وكل حركة بتعمليها، لو ضحكتي وانت باصة في تليفونك يبقى بتخونيه، معروفة. نكد نكد طول الوقت. كنت بتعملي ايه؟ كنت بتتكلمي مع مين؟ كنت بتضحكي ليه؟ لا هو واثق من نفسه ولا واثق فيكي. الحياة مع الشكاك شبه مستحيلة. الشكاك ما يتعاشرش، دايما خناق وجدال، هتلاقيه في كل حاجة بيدور على الثغرات ويربط الأحداث ببعض، عامل فيها المفتش كرومبو، كل ده علشان يكمل الوهم اللي في دماغه. هتبقي واقفة مبهورة من جنانه. اوعي توافقي ترتبطي بواحد شكاك، وده بيبقى باين قوي لأنه بيبقى محاصر كل تصرف بتعمليه. ولو انت فعلا مع شخص شكاك يبقى ما تدافعش عن نفسك قدامه، لأن كل ما هتدافع عن نفسك قدامه كل ما هيزيد شكه. اللي بيحب حد بجد هيديله الأمان، هيبقى واثق فيه، هيحاسبه على الغلطة اللي هو شافها منه مش الغلطات اللي هو ما عملهاش أساسا. انت مع الشخص الشكاك هتدفع 8 حاجات انت ما عملتهاش، 8 أوهام في دماغه، هيخليك دايما حاسس انك متهم، دايما خايف اللحظات الحلوة تتقلب لنكد بسبب حركة مش مقصودة. مش هتبقى مرتاح لأن الشك ده مرض بيضيع كل اللحظات الحلوة.